صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. احنا كامل جزائريين عنا ذكريات مع هذه الأغنية تاع مزيان نهار اليوم. صحة عيدكم يعني ملي كنا صغار نديروها يعني صباح العيد ونستمعوها ونحسوا بلذة العيد. صحة عيدكم خاصة الجزائريين اللي في الغربة. احنا في الجزائر يوم العيد أو صباح العيد نلبسوا اللباس التقليدي، يعني كل مدينة عندها لباس تقليدي خاص بها. مثل هذا اللباس اللي راني لابسته اسمه الكراكو، اللي هو من العاصمة، اللي يعد من أفخم الملابس الجزائرية التقليدية المصنوعة باليد. احنا الجزائر معروفين بالحلويات والمعجنات، فصباح العيد نديروا نوع من المعجنات اللي هو المسمن أو البغرير. هذا النوع هو البغرير. وعملت كذلك البسبوسة اللي هي طبعا معروفة في الوطن العربي بمساعدة ابني محمد سينا. والأطفال كذلك يلبسوا لباس جديد ويبغوا ياخذوا العيدية. كان إحساس جميل أني لبسته تقليدي، كذلك أنا لبست تقليدي مع زوجي، وهذا اللي خلانا نحس بنكهة العيد كأننا في الجزائر. بعد ما أحيينا صبيحة العيد قررت نخرج أنا وصديقتي للبستان باش نغيروا جو، نجلس مع بعض نشربوا الشاي والقهوة وناكلوا مثل هذه الحلويات المعكرة، الطورنو. من أبرز العادات المشتركة بين الجزائريين والإيرانيين هو صبيحة العيد في زيارة القبور، يعني يزوروا موتاهم ويترحموا عليهم ويقسموا الصدقات والخيرات على الناس. وفي الجزائر بعدها الناس تتوجه لزيارة الأقرباء والأهل والأحباب باش يتقولوا لهم صحة عيدكم. وطبعا ما تحلاش الأمسية تاع العيد بدون الكسكس الجزائري أو الطعام. طبعا هذه الأكلة هي أكلة شعبية معروفة في الجزائر والوطن العربي. اللي جربها وعجبته يكتب لنا تعليقه ويكتب لنا رأيه على هذه الأكلة. وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وصحة عيدكم مرة أخرى وينعاد عليكم بالصحة والعافية وعقوبة للعام الجاي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لي لايك وسبسكرايب على القناة. نحبكم.